صدمة في ليبيا. كان صاحب مزرعة شنو اسمه؟ يطلق بقولك انت أسداً بروحها على عامل صحيح انا مصري وانا والسلطات تتحرك. انت في شني على واقعة أثارت غضبا واسعا على منصات قول. التواصل خليه الاجتماعي، ياخذ بوسه بس خليه تداول ياخذ بوسه. ناشطون اعطيه بوسه اعطيه مقطع بوسه فيديو صدمة اعطيه من بوسه داخل على مزرعة في أقول. ليبيا يظهر شني؟ فيه عامل مصري يتعرض نعرفه، لهجوم شرس من أسد خليدي لك أطلقه واحد صاحب بس. المزرعة عليه بشكل متعمد. المشهد أظهر العامل وهو في حالة رعب شديد، ارقد على بينما التف الأسد حوله وبدأ صعيدة ضربه تفك روحك وسط صعيدي. صرخات ألم واضحة، تفك روحك فيما بسرعة. كان صاحب المزرعة يضحك ويسخر من الموقف وهو يوثق الحادثة بالفيديو، بل ويطالب العامل شنو بالهدوء اسمه؟ وكأن بقولك انت بروحها حياته ليست في صحيح انا خطر. وانا ردود شني؟ الفعل في ليبيا انت شني كانت على؟ غاضبة، حيث اعتبر كثيرون أن ما قول. جرى يمثل خليه إهانة ياخذ بوسه بس خليه للعمالة ياخذ بوسه. اعطيه الأجنبية بوسه اعطيه واستهتارا بوسه بأرواح اعطيه بوسه البشر. على أقول. وطالب النشطاء شني؟ النائب العام الليبي بفتح نعرفه عاجل ومحاسبة خليدي المتورطين، لك واحد بس. خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حوادث مشابهة بسبب تربية الحيوانات المفترسة داخل المزارع والمنازل. صعيدة نوز تفك روحك عدد من صعيدي. الصحفيات الليبيات تفك روحك وجهن بسرعة. دعوة صريحة للسلطات من أجل التحقيق الفوري مع صاحب المزرعة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات شنو اسمه؟ تعكس بقولك انت خللا بروحها أخلاقيا صحيح وتكشف انا عن وانا حجم المخاطر التي شني؟ تواجه العمالة انت شني على؟ الأجنبية داخل الدول. السلطات الأمنية الليبية خليه ياخذ بوسه بس خليه بدورها ياخذ أعلنت بوسه. أنها اعطيه بوسه اعطيه باشرت بوسه التحقيق في اعطيه بوسه الواقعة، على فيما يتواصل الجدل الشعبي شني؟ حول ضرورة إصدار قوانين نعرفه، صارمة تمنع تربية خليدي لك الحيوانات واحد بس. المفترسة وتفرض عقوبات على المخالفين حماية للأرواح ومنعا لتكرار مثل هذه الأحداث. ارقد على بطنك. سعادة بابا. صعيدة نوز تفك روحك صعيدي. نوز تفك روحك بسرعة. بس خلاص. خلاص. سعيد.